بونو لاعب من كوكب آخر حقيقة، شال الهلال. أبدأ معك عيسى. يعني اليوم الهلال كان ربما في أسوأ أيامه، في أسوأ حالاته. هدف للنصر النموذجي الثاني 27، ومع هيك فرص بالهبل للنصر، وفي أحسن لعيبة في العالم ولا تترجم إلى أهداف، والنتيجة التعادل. نعم، وكان فرط النصر في الحاق اول هزيمه للهلال في الدوري، فرط ايضا بالفوز بالمباراه عطفا على الفرص التي اتيحت له على مدار الشوطين، خاصه في الشوط الاول هو الافضل على مدار الشوطين. ايضا من وجهه نظري غياب اي لاعب في الهلال في الوسط او في المقدمه لا يؤثر على الفريق، لكن غياب كوليبالي من خلال المباريات في الدوري يؤثر بشكل كبير جدا. واليوم ابداع بونو هو من الفرص التي تهيأت للاعبي النصر بسبب خلينا نقول لك انه هو لا اقول ضعف الدفاع، ولكن في مساحات كبيره في الدفاع. بونو ثم بونو ثم بونو. قلت هذه المره اكثر من مره في اي مباراه الى الهلال كبيره، هو من ابقى الهلال 100 دقيقه في المباراه. كاد النصر ان يعزز النتيجه بتفوق بهدف وبهدفين وثلاثه لولا براعه بونو. رونالدو لا اعرف هل هو سيء الحظ في المباريات الكبيره، شاهدنا امام النصر، شاهدنا امام العين. اخيرا مكرم كانه اخل بمنظومه الهلال في الوسط، واعتقد له لاعب اساس في تراجع وسط الهلال هو مشاركه كانه اساسي.